في ظل ان نادي ارسنال كسبان او كسب خلاص 5-0 على نادي بيرنلي. ناحية تانية توتنهام خسر امام نادي وولفرهامبتون. كده احنا خسرنا من قدام وولفرهامبتون رايح جاي. يا جدعان انا تعبت والله من تشجيع توتنهام، والله العظيم انا ما اعرفش انا عملت في نفسي كده ليه. والله العظيم انا ما عارف انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ما عنديش فكره بصراحه. ان انا نشجع نادي توتنهام دي مصيبه في حياتي. ده بلاء. ده بلاء من عند ربنا، وانا الحمد لله راضي وبقول الحمد لله يعني. بص ايدينا وش ودقن او بص حتى الموبايل اتعمل. الحمد لله على كل شيء يعني. ولكن يعني انا عندي بس حاجه بسيطه. ارسنال طبعا، يعني انا هتكلم برضو عن ارسنال بالمعنى الحرفي مش شايف قدامه الفتره دي. هو بص مش معتمد حد من الدوري الانجليزي، فاهم؟ انت تعالى مش عارف انت شلت مني يالا 5 ولا 6 لسه، لا ما شلتش، تعالى شايلك 5-6. تعال ارسنال في ماتشين مسجل 11 جون. ارسنال عاجبني جدا، ارسنال ممتع بالمعنى حق ربنا يتقال. ارسنال ممتع بالمعنى الحرفي. 6 ماتش اللي فات و5 الماتش ده، وكلها بالتيشيرت الفوسفوري اللي متعب للعين ده. فبسم الله ما شاء الله ارسنال ماشيه صح، رغم ان ليفربول برضو فاز النهارده الصبح 4-1 على نادي برينتفورد، وابو صلاح تالق وادعى والدنيا 100 100 والدوري ولع. واستون فيلا كسب على فولهام تقريبا 2-1 ولا تقريبا الماتش مش عارف لسه خلص ولا لا. وصاد بقى الناحيه الثانيه توتنهام خسرت بقى ايه قدام وولفرهامبتون 2-1. انا عندي بقى عقبه بسيطه بقى على الماتش ده. انا عندي بقى سؤال بقى للماتش ده. هو احنا هنفضل كده كتير يا جدعان؟ يا جدعان الله يستركم بقى، خلاص بقى انا تعبت بقى، تعبتونا وجبتولنا. انا شعري شاب خلاص، انا هقرعها قريب. انا بص شعري ده هيتشال قريب من تشجيع للفريق ده. يعني خلاص توتنهام مشكلتي معاها ان هي لو بتلعب فريق متكتل دفاعيا وقافل زاويات التمرير وعامل عليك كل حاجه، خلاص يا معلم انت وريني بقى دكر، عايزك تخش دكر. واجرك الله بقى لما بيبقى اودوجي بقى وبيدرو بورو مصابين، دي اجرك الله منها. بتلاقي بقى بتلعب بإميرسون وبين ديفيز وعالم منتهيه كوره من سنين. يعني هو اصلا إميرسون ده المفروض ما كانش يبقى لعيب كوره. ده المفروض ده كان اخره يمسك يلعب، يقف على عربيه فول او يروح الزمالك، ينزل الزمالك مع كوردي يقعد يغني راب معاهم، مش عارف ايه والحاجات اللي هو بيعملها دي. ويبص ينعل ابو الطريقه الايطاليه. لولا الطريقه الايطاليه دي والله كان في فرق كتير قوي والله عملت حاجه. لولا ان في فرق ما بتقدرش تلعب قدام التكتل الدفاعي الفظيع اللي كان وولفرهامبتون عامله ده او اي فريق تاني. توتنهام عندها المشكله دي، ما بتقدرش ان هي تواكب اي حد بيلعب تكتل دفاعي. انت بتعمل ايه يا معلم؟ العب على الزوايا الضيقه والعب على زوايا التمرير الضيقه، تك 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 باصي حتت صغيره على المساحات الضيقه، وباصي باصات صغيره وبتاع وبس يا معلم. ده اللي انت بتعمله. بتعمل حاجه تانية؟ لا. عندك مهاجم؟ لا. طب عندك وينجات؟ لا ما عنديش. انا ما عنديش، ما فيش اي حد يا امي. ما علينا. انت ما عندكش اي حاجه. انت بجد ما عندكش اي حاجه. ما فيش اي حاجه انت بتعملها غير ان انت بتعمل ايه؟ بتحاول يا جدعان. ده احنا في اول الموسم يا جدعان كنا بنقول هننافس يا جدعان على الدوري يا جدعان. يا جدعان والله كانت حلو، كانت هي الدنيا بص هي كده. هي الدنيا عامله خياره، يوم في ايدك ويوم بقى احنا عارفين هي فين. الموضوع بصراحه بقى يخنق. انا اتخنقت. وماديسون راجع من الاصابه بقى، هو مش شايف قدامه، هو مش شايف حد، مش شايف قدامه، هو مش شايف حاجه خالص. هو اتعمى خلاص. ما بقاش ماديسون اللي انا اعرفه من قبل الاصابه. عكس ارسنال الناحيه الثانيه. يا لهوي ارسنال يا جدعان مرعب. نادي ارسنال مرعب. ايه ده؟ فريق مسجل 11 جون في ماتشين. وساكا هو في زي ساكا ولا في زي اوديجارد يا جدعان؟ ده كاي هافرتس بقى يجيب اجوان. ده كاي هافرتس بقى يرقص ويعدي ويشوط. انت مستوعب النقطه اللي انا مستوعب الفرق الانجليزيه ماشيه بيه، ومستوعب ان توتنهام دي ماشي ازاي. ناس كتيره طبعا عارفه ان توتنهام ده ما حدش بيشجعه وقليل قوي اللي بيشجعه، بس انا بتكلم دلوقتي الناس القليله جدا اللي بتشجع توتنهام. انت شايف ان توتنهام ماشي صح زي بقيه الفرق؟ مش بنتقد بوستوكوجلو الراجل بيعمل اللي عليه، مش هيقدر يعمل حاجه تانية. هي بس مشكلتي مع بوستوكوجلو ان هو بيبتدي ببيبا سار وما بيبتديش برودريجو بنتنكور، ودي حاجات فنيه يعني مش هنخش فيها. حاجات فنيه يعني مش هنركز فيها بالمعنى، لان رودريجو بنتنكور بالنسبه لي احسن من بيبا سار مع احترامي لامكانياته، بس هو مش لعيب كبير لدرجه ان انت تبتدي بيه اساسي في الماتشات اللي زي دي وتقعد عليه رودريجو بنتنكور. مش هينفع، مش هتيجي. ارسنال الناحيه الثانيه يا جدعان انا مش عارف اقول ايه ولا ايه عن ارسنال. حقهم
الراجل دلوقتي خلاص بينافس على الدوري رسميا، وبينافس على الدوري مع ليفربول ومانشستر سيتي. انت كده بقى عندك كام نقطه كده؟ كده توتنهام بقى عندها 47 نقطه في المركز الخامس، استون فيلا في المركز الرابع عندها 49، تقريبا مانشستر سيتي عندها تقريبا 53 او 55، مش فاكر والله الترتيب، انا محتاج ابص عليه. وبس اللي انا اعرفه ان ليفربول 55 دلوقتي ولا 59، والفرق ما بينهم وما بين ارسنال حوالي 4 نقط 3 نقط يعني. مش حاجه، مش واو. هو بالنسبه لها هي ومانشستر سيتي الثلاثه بسم الله ما شاء الله داخلين مع بعض وهاتك يدعك. واستون فيلا برضو بشكل كويس جدا. ده انا حمدت ربنا ان انا استغليت الفوز بتاع استون فيلا الماتش اللي فات عشان يعني اقدر ان انا اكون مقرب شويه. يعني لما توتنهام فازت الماتش اللي فات واستون فيلا اتعادلت، ده حمدت ربنا والله ان هي قريبه لسه شويه. انما انت ولا بتنافس ولا بتعمل اي حاجه. انت كل اللي انت عايز تعمله زي كل موسم زي كل حاجه، انا هنافس على المركز الرابع، هكون من اول اربعه، واخسر من وولفرهامبتون. يا جدعان رايح جاي، هو ده اسمه ايه يعني؟ ده يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. هو ايه يا جدعان بقى يا جدعان؟ خلاص انا قضيت. يا حول الله يا رب. وكلكم بقى المستر بتاع ايميرسون رويال ده كوم تاني. ايميرسون رويال ده يا جماعه بجد انا زي ما بقول لك مش لعيب كوره، ده مش لعيب كوره. انا مقتنع مليون في الميه ان ايميرسون رويال مش لعيب كوره. ففي الاول والاخر الدوري الانجليزي مشتعل اشتعال تام، بعيدا عن خساره توتنهام اللي مضايقاني. وارسنال يعني انا بالنسبه لي شايف ان ارسنال قريبه قوي ان هي ترجع تاني للصداره. لحد دلوقتي اصلا ما حدش عارف ليفربول اصلا ازاي مركز اول، لحد دلوقتي ما حدش فاهمها، بعيدا عن التيم اللي معاها بقى، بعيدا عن محمد صلاح. بس فعلا لحد دلوقتي ما حدش فاهم هي ليفربول ازاي متصدره الدوري دي، ما حدش فاهمها. الناس كلها من بدايه بتقول لك ليفربول يا دوبك هتخش مركز ثالث رابع بالعافيه، انما دلوقتي ليفربول مركز اول ومستريحه، ما بينها وما بين ارسنال 3 نقط 4 نقط. فيعني مش عارف. فبصوا في الاول والاخر يعني دي وجهة نظري، واتمنى ان اسمع وجهة نظركم في الكومنتات. وطبعا سؤال الحلقة زي كل مرة، شايف مين الاقرب للفوز بالدوري الانجليزي من ما بين الثلاث فرق اللي موجودة، ارسنال، سيتي، ليفربول؟ كان معاكم مين الجبل وحلقة برنامج جبريات. السلام عليكم.